السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا فيديو للرد على سقلاب الذي يقول كلمة المداخلة على السلفيين، لأنه عندما تبين أن السلفيين على حق هم في الأول كانوا يطعنوا في السلفيين، لأنه ما تقدرش تطعن في السلف لأنه هما أتباع السلف، لك تغير لهم الاسم تاعهم. المداخلة، الجامية، الرسلانية، وهذو كلهم علماء. محمد أمان الجامي كان من علماء مكة والمدينة، من علماء الكبار، كتبه موجودة، كان يدرس في الجامعات. وربيع المدخلي من علماء المدينة وأثنى عليه كل العلماء. والألباني رحمه الله قال الذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم. ألباني، ابن باز، لوحيدا، كبار العلماء أثنوا على الشيخ ربيع. الرسلانية، الشيخ رسلان من علماء الأمة، من تقول هذا عالم، كاين الدليل باللي عالم. عنده مصنف شارح المتون تاع الفقه، شارح المتون تاع العقيدة، ادخل اليوتيوب تلقى. يعني عنده منهجية علمية تاع العلماء، يشرح الكتب ويدرسها. هذا على باطل. هؤلاء واحد اللي عنده مجلس تاع علم في المكان اللي كان يدرس فيه الإمام مالك، الشيخ الرحيلي، تقولوا تسموه من المداخلة، في المكان على باطل. وانت وامثالك من الاخوانجيه عايشين في بريطانيا عند اليهود، وتطعن في بلادك باش تتخلط على حق. ربي يهديك. لأن السلفية هي اللي كان عندها دور كبير في الثورة ضد فرنسا، لأنه السلفيين كونوا جيل على العقيدة الصحيحة مدة 20 سنة، ثم عندما فجرت الثورة في 54، هذاك الجيل 80% كانوا على عقيدة صحيحة. فيها 7 سنين خرجت فرنسا، قبلها قرن فرنسا ما خرجتش، لأن الطريقة تاع الجهاد كانت خاطئة. أول ما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم التوحيد، 10 سنوات، فايت 10 سنوات. الآيات المكية التي نزلت في مكة فيها التوحيد. ما تقدرش انت تجاهد بواحد رافضي ولا شيعي ولا خارجي، ما تقدرش، ربي ما يسرقش. ولا يوجد عالم من العلماء كبار لم تسبوه. سبيت الألباني وابن باز وابن عثيمين، سميتهم من علماء السلطان. والفوزان قلت عليه كلام ما نقدرش نقوله، أنا أستحي أن نقولها أمام الناس. اتق الله يا سقلاب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. ويقول ابن عساكر رحمه الله، يقول من ازدرى العلماء يبتلى بسوء الخاتمة. وقال الذهبي سنة الله في من يحتقر العلماء أن يموت ذليلا. اتق الله. وخاصة العلماء مكة والمدينة هي اللي فيها العلماء الكبار تاع الأمة، ليس في زماننا فقط، حتى عبر التاريخ. الإمام الشافعي وين كان؟ في مكة. الإمام مالك في المدينة. سفيان بن عيينة في مكة. كاين علماء في العراق، في مصر، في المغرب العربي، كاينين، بصح الأصل كما قال الإمام مالك العلم شجرة أصلها في المدينة. هاد العلماء تاع مكة والمدينة تطعن فيهم، لماذا؟ لأنه تبعوا السنة وقال لك حافظوا على البلدان تاع المسلمين، وأمروا بطاعة ولي الأمر في المعروف. ولي أمر المسلمين ظالم في المعروف، السنة أمرتنا بالصبر عليه، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ستكون عليكم أثرا وأمور تنكرونها. أثرا يعني استئثار بالأموال والمناصب، كما يتهموا ذلك الحكام، يقول لك سرقوا 200 مليار سرقوا. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لك فاصبروا، وقفوا لكم في الطريق، ولكن انتم غرضكم الثورات باش انتم تحكموا. كما قال علي رضي الله عنه الخوارج طلاب دنيا. انت قريت العلوم السياسيه، ومن سمعت باللي غادي يسمحوا لك، رحت عند السفاره الجزائريه في بريطانيا وسالته، وهذه بلسانك انت، احنا ما نكذبوش. سالته، قلت له انا معارض وكذا وكذا، هل نقدر ندخل في البرلمان ولا في كذا، ولا نعطي الراي تاعي ولا؟ ثم كاع هاد الخلوطه اللي راك دايرها، وراك باغي تحرض، انت عايش ثم عند اليهود وتحرض في المسلمين ضد حكامهم باش يموتوا المسلمين، وانت تجي تحكم مع التالي، كما داروا الاخوان في مصر. قاعدوا يشوهوا في الصوره تاع مبارك، يشوهوا حتى كفروا، حتى مطبع صهيوني من ناضل الشعب، حرضوا
لعبوا على العواطف تاع المصريين، ثاروا على مبارك، خرجوا من السجون وجاوا من بريطانيا وكذا يحكموا كما في الجزائر كذلك. هذاك اللي كان في المغاربيه كان يضل هذاك اللي يتبهلل، اللي يتكلم بطريقه ساخره في المغاربيه، عندما نال هذا ما يسمى بالحراك جا هنايا ورشح روحه. شفت علاه تكرهوا السلفي؟ لأنه يفضحونكم، لأنه متنورين بنور الله عز وجل. ما تغيبها لهمش السلفيين، عندهم العقيدة صحيحة. سمعتني ولا ما سمعتنيش؟ اتق الله. السلفية هي اللي جابت لك الجزائر بقيادة بن باديس وإخوانه، بسبب الله عز وجل، ثم الإخوة. تقدر تتكلم على بن باديس؟ انت كان سلفي ولا ما كان سلفي؟ هل بن باديس كان صوفي تاع زاوية؟ هل كان أشعري؟ هل كان شيعي؟ هل كان رافضي مع إيران؟ قلبتوا الكلمة مداخلة، يعني لا السلفية مليحة بصح هذو مداخلة. لا 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 يا أخي، لا يوجد فرقة اسمها المداخلة. كل ما في الأمر أنكم تكرهون كتاب الله وسنة رسوله. والله يهديك، الله يهديك، لأنه العاقبة على الكلام في مسلم وحرام، وما بالك بعالم. على كل حال الدولة سمحت لك ودخلت وكذا، من المفروض تروح تخزن روحك. كون جات فيك درة حشمة، من المفروض سبيت الجزائريين واحتقرتهم وسميتهم قلاليط، وانت حاجة كبيرة عايش في بريطانيا وقاعد تمدح في الكفار في بريطانيا باللي هما منظمين وهما ما عندكش الوجه، وتدخل في الوسط تاع العاصمة ودير لايف ومازالك مصر باش دير لي لايف. علاك دير فيه لي لايف؟ انت تكون واش تكون انت؟ راك تستزلف في العواطف تاع العوام باش تقارع غدوة تتخلط هنا، تروح تصدم الكاس حزب ولا تدخل كذا كيما علي بالحاج، كيما تاع التسعينات اللي خرجوا على النظام. قال لهم نعطيكم بوتفليقه الله يرحمه ويغفر له، قال لهم نعطيكم سكنه وسياره وذوقه، كيما قال علي رضي الله عنه خوارج طلاب ودنيا. احنا عندنا المسلمين النفس تاع المسلم اغلى عند الله من الكعبه. الجهاد له ضوابط يا بليد، وله شروط موجوده في كتب الفقه. سمعت الجهاد لا يتكلم فيه اي احد، يتكلم فيه كبار العلماء. والامور السياسيه بنص القران للامراء وللعلماء، ليس لك اولي، ليس لك اولي. انت في لايف نقعد نتكلم على الدوله، السياسه للسياسيين والعلماء. ولو ردوه الى الرسول لاستنبطه الذين يعلمونه منهم. المفسرين قالوا يعني اللي يستنبط هذه الأمور والأحكام هم الأمراء والعلماء، هم الأمراء والعلماء. ولي الأمر هم الأمراء والعلماء المفسرين. لهذا ما تتكلمش في أموركم. الحمد لله الدولة سمحت لك، الحمد لله. ما تقعدش تستهبس في الناس، لأنه هاد العلماء اللي سبيتهم أنت راهم يتبعوهم الملايين تاع المسلمين، الملايين في الأرض، خاصة الآن ملي كاين المواقع وقاعد الحمد لله ما راهمش اللي راهم مأثرين في الناس طريق السويدان وهذوك المنحرفين. ذوك العلماء الناس راهي تبغيهم وتتبعهم. انت راك تستفز في المسلمين. باب التوبة مفتوح، راني نقول لك واش درت، يعني انت ضريت الناس. حبس هاد لي لايف يا ربي يهديك، وسبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك.